الفيديو النهارده مختلف تماما. يعني ايه يا ام يوسف مختلف تماما؟ جبتلكوا مشاريع من قلب بيتك تعمليها من قلب بيتك وتدخلي رأس مال تزودي عن بيتك وتساعدي بيها وتساعدي مع جوزك وتجيبي لولادك اللي نفسهم فيه. طب هو ايه ده يا ام يوسف؟ تعالى اقولك في الفيديو ده ايه المشروع دوت وايه المشاريع اللي انت ممكن تعمليها من جوه بيتك تكسبي وتعرفي تشتري ذهب ويبقى معاكي فلوس وما تمديش ايدك لحد وتبقي مرتاحه. انا جبت لكم حاجه عمليه، واحده عزيزه على قلبي بتعمل المشروع ده وبتقفل البونبوني ده من جوه بيتها. بس قبل اي حاجه يلا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. حطي لايك للفيديو واشتركي في القناه لو انت لسه ما اشتركتيش، وتعالوا نبدا ونقول بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد، فيديو مختلف، فيديو عن اي حاجة. انا طلعت اقول لكم يا بنات لو انت عايزة تحسني من دخلك، تحسني من حياتك، تحسن من حياتك اللي انت عايشاها، عايزة تحسني وتساعدي في بيتك، ده مش عيب، ده مش عيب. انا جبت لكم النهارده مشروع عملي من واحده صاحبتي حبيبتي بتعمل المشروع ده عملي من جوه بيتها. انا هنا في بيتها والله العظيم عامله المشروع ده جوه البيت، بتعمله بتكيس البونبوني كده وبيتباع. طب يعني ايه ده يا ام يوسف؟ ده بيتعمل من جوه البيت، بتعمل بونبوني وفي مصاصات بتألفها، جايبه مكنه تغليف وبتغلف وهي قاعده في البيت وبتنزل توزع على المحلات، جوزها بيوزع على المحلات. مش عيب، مش عيب ان انت تعملي كده، مش عيب ان انت تعملي كده. حاجه قدام عينيكوا عمل اهي، ها، واحنا وده انا اشتريته منها ليا ولاخواتي وكده، وبنشجعها على مشروعها. هل هي ده عيب؟ لا ده مش عيب. العيب ان انا مدي ايدي، العيب ان انا اخبط على حد واقول له اديني، هو ده العيب. اما الشغل مش عيب. ففي مشاريع بتعمليها من جوه بيتك، في مشاريع البونبوني، في ناس بتغلفي لها حاجات، في مشروع الاكل من البيت، في مشاريع كتيره جدا تعمليها جوه بيتك. ده الكيلو يا بنات هي بتبيعه ب 140 جنيه، النص كيلو ب70 جنيه. عايزه نص عايزه ربع هي بتغلفهولك وبتوزعه. وعلى فكره طعمه حلو جدا، طعمه حلو جدا. هما بيشتروه بسعر الجمله وبتغلفوا في البيت، يعني بتجيبوا بكميه كبيره وبتجيبوا كده اكياس وبتغلفوا زي ما انتوا شايفينه كده وبيبيعوه. اولا المكان مضمون الحمد لله، وبتعملوا كمان هسيب لكم في صوره في المنتدى، بتعمل نظام برطمانات بنفس البونبوني وعندها مكنه التغليف وبتغلف وبيوزعوا في المحلات وفي السوبر ماركت والحاجات دي كلها. فالمشاريع دي يا جماعه بتبقى مربحه جدا وفي نفس الوقت. وبتجيب كمان نسيت اقول لكم لب كده بتجيب اكياس وبتعمل عندها مكنه التغليف وبتغلف وبتبيع من جوه بيتها، وعندها صفحه يا جماعه وجوزها بينزل يوزع في المحلات. فده مشروع من جوه قلب البيت، يعني ده مشروع وهي بتعمله في بيتها، ولا نزلت ولا طلعت واخده بالها من عيالها وكل حاجه. ففي من المشاريع دي كتير قوي. في الاكل البيتي، ممكن تعملي اكل بيتي وتعملي صفحه على الفيسبوك وتوزعيها. في تفريزات رمضان، ممكن تعملي تفريزات رمضان. في ناس بتبيع اكسسوارات اللي هي الحاجات اللي استانلس واللي هي الاساور اللي استانلس والحاجات دي بيبيعوها. بيبيع طرح، اللي بيبيع هدوم، اللي بيبيع ادوات منزل، اللي بتبيع ادوات مطبخ، اللي بتبيع تعمل تورت وكيكات وحلويات وجاتوهات والكلام ده وبتبيعها برضو اونلاين. كل ده مش عيب، كل ده مش عيب. فانت لو عايزه تعملي مشروعك من جوه بيتك وعندك طموح ان انت تحسني من حياتك وان انت يبقى معاكي فلوس وتلبسي ذهب وتعيشي حياه افضل من ان انت عايشاها بايدك انت، كله بايدك انت. الست المصريه بتحب تسعى للاحسن على طول، على فكره والله العظيم الست المصريه بتحب تبقى للاحسن على طول. قدام عينيك اهو المشروع ما شاء الله، بتقولي ماشي معانا حلو الحمد لله رب العالمين يا ام يوسف وربنا. بصوا، وعايزه اقول لكم حاجه، يعني مش من اول مره المشروع اتعمل ومثلا ما بعتيش كويس فانت يجيلك يأس، لا، تقعي وتقومي، تقعي وتقومي، تقعي وتقومي. اوعي يعني تقولي ده انا فشلت، انا مشروعي فشل. لا، ما هو النجاح ما بيجيش من اول مره، النجاح ما بيجيش من اول مره، النجاح بيجي بعد تعب، النجاح بيجي بعد شقه، النجاح بيجي بعد اصرار.
زي بالظبط لما بتبقي فاتحه قناه يوتيوب بيجيلك اول مره في المشاهدات 5 مشاهدات 10 مشاهدات فتحبطي، تيجي تنزلي الفيديو التاني يجيلك 20 مشاهده يجيلك احباط برضو، تيجي تنزلي الفيديو التالت يبدا يجيب في ال100 150 200 1000 2000، والقناه لو ربنا كرمك بتعلى معاكي، لو ربنا كرمك بتعلى معاكي. فالنجاح ما بيجيش من اول مره. لما بتيجي تطلعي السلم بتطلعيه من على طول لفوق، لا بتطلعي درجه 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 لحد ما بتوصلي. فلما تيجي تعملي مشروع ما تقوليش لا اصل انا من اول مره انا فشلت، لا لا ما تقوليش كده. ابدأي واستعيني بالله. انا طالعه اقول لكم يا جماعه بجد والله استعيني بالله، استعيني بالله وانت هتعلي، استعيني بالله وابدأي وطلعي صدقه، طلعي صدقه. وانا قلت لكم ولو ب10 جنيه ولو ب5 جنيه ولو بسندوتش فول ولو بطبق مكرونه وبطين عليه، طلعي صدقه. ربنا قدام الصدقه بيديكي كتير قوي 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 قوي. فيا رب تكوني استفدتي ولو بحاجه بسيطه. ابدأي مشروعك. في تفريزات رمضان على فكره ماشي جدا 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 اليومين دول، كرنب بقى وبسله وباميه، وفي ملوخيه بيفرزوا كل حاجه. وفي ناس بتعمل اكل بيتي من جوه البيت. في ناس ما بتعرفش تطبخ تقول لك هي حله المحشي، انا عايزه حله محشي عشان انا مش بعرف اعمل محشي. اعملي وبيعي وقدري حله المحشي بكذا، وقدري ده بكذا، وقدري ده بكذا، وبيعي وقولي يا رب واستعيني بالله، كله هيمشي، كله هيمشي. فيا رب يعني انا طلعت الفيديو دوت حبيت ان انا اوريكم الطموح. الطموح يا جماعه بجد والله العظيم لازم تكوني طموحه، لازم تكوني بتقولي يا رب وتستعيني بالله. انا لما جيت ابتديت ادي دروس كنت بادئه بعيلين، وكنت كل شويه اقول ما بيجيليش حد، وفي ناس بتيجي وتمشي وناس بتيجي وتمشي، بس اصريت. طول ما انتي شاطره وطموحه وانتي بتطوري من نفسك وبتعلي من نفسك، انتي نفسك هتحبي ان انتي تعلي وربنا هيقف جنبك. وطول ما انتي بتدي للمهنه بتاعك اتقان وحب ورضا وراضيه، راضيه بالفشل راضيه بالنجاح، ربنا هيديكي وهيكرمك، ربنا هيديكي وهيكرمك. عايزاكم تكتبوا لي تحت في الكومنتات اللي عايز يبدأ مشروع يقول لي عايز يعمل ايه، وانا هرد عليكم في الكومنتات. واللي نفسه يعمل حاجة يا رب يا رب يدي لكل واحد كل حاجة هو بيتمناها. بس ابدأي ابدأي وما تضعفيش. عايزة تجيبي اكسسوارات وتبيعيها، عايزة تجيبي برفانات وتبيعيها، عايزة تجيبي حاجات من البيت وتبيعيها، كل حاجة كل حاجة بتتباع، وكل حاجة ربنا بيجعل لكل حاجة ليها سوقها، وكل واحد ليه رزقه. كل واحد في الدنيا ربنا كاتب له رزقه في الدنيا. فابدأي مشروعك ولو بأقل حاجة. اهو مشروع اهو من جوه البيت، اهي صاحبتي عاملاه بونبوني، حاجة عملية. وانا دول اشتريتهم ليا ولاخواتي حتى واللي انا عند والدتي، فاخواتي كمان كلوا منه، يعني العيال كلوا بقى وبياكلوا بونبوني والكلام ده. فالحمد لله رب العالمين. ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه هتبقى فيديوهاتنا مختلفه جدا، فيديوهات ان شاء الله هتعجبكم. ابدأي مشروعك. منزله لكم الفيديو اللي بعد ده ان شاء الله باذن الله عن اسعار الرز واسعار المكرونه، وازاي تبدأي ان انت تجهزي، وازاي تبدأي ان انت تجيبي مكرونه، وازاي تبدأي ان انت تبدأي حاجة رمضان تشتريها. يلا كل سنة وانتم طيبين. رجب بيشطب، شعبان هيبدأ، اول ما شعبان هيخلص رمضان هيجي، والشهر اللي احنا بنتمناه من السنة للسنة. فان شاء الله بإذن الله الفيديو اللي بعد ده هينزل لكم عن اسعار المكرونات. مكرونه بساطه حلوه جدا جدا جدا. ابدأي هاتي مكرونه بساطه لانها كيلو بتوفر معاكي، وهتكلم في الفيديو هيبقى اول الفيديو عن اسعار الرز والمكرونات، وهقولك تعملي ايه وتجيبي ايه، وايه اللي هينفع وايه اللي مش هينفع، وايه اللي ينفع نجيبه دلوقتي وايه اللي مش هينفع نجيبه دلوقتي، وازاي نستعد لرمضان. ان شاء الله باذن الله الفيديو اللي بعد ده هينزل لكم على استعداد رمضان، وهقول لكم اسعار الرز والمكرونات والشعريه والعدس وكل حاجه عملي عشان نحسب ميزانيتنا ونبدأ نعمل ميزانيات لشهر 2 اللي هيبقى فيه ان شاء الله في اخره شهر رمضان المبارك. يلا سيبكم في رعاية الله، مع الف سلامة، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير قوي قوي قوي. بحبكم في الله، متشكرة لكل حد دخل لي جديد على القناة. ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب العالمين. معلش ان كنت بتكلم وبنهك فانا تعبانة، انتوا عارفين، فالدور لسه ما خلصش عندي، فالحمد لله الحمد لله الحمد لله. ادعوا لي
ربنا يتم شفايا على خير. يلا سيبكم في رعاية الله، مع ألف سلامة.